قبل ما اخش كلية صيدلة وكنت دايما اشوف شعار الصيدلية الكاس والتعبان واسأل نفسي يعني ايه الكلام ده، وهل هو يعني شعار افتراضي كده واختاروه كده من غير اي سبب ولا ايه حكايته؟ لحد ما رحت الكلية وعرفت، واكيد انت كنت بتسأل نفسك نفس السؤال. شعار الصيدلية اللي هو الكاس والتعبان بصراحة في الكلية عرفنا ان هو بيدل على حاجات كتير جدا. اول حاجة بيدل ان هو العلاج لو مش متاخد بجرعات السليمة فممكن يكون سم زي سم التعبان بالظبط. تاني حاجة اتعلمناها ان ممكن من سم التعبان نخترع علاج، ودي ليها قصة ان في بعض انواع الثعابين الموجودة اللي لاحظوا ان الثعبان ده لما بيلدغ شخص والسم يبدأ يدخل فيه بيعمل له هبوط في ضغط الدم بطريقة معينة او عن طريق انزيمات معينة. فقال لك طب ما احنا نعمل دواء يشتغل بنفس الفكرة بس احنا نعمل كنترول عليه ونتحكم فيه في جرعاته بحيث نخليه علاج لضغط الدم. وفعلا اخترعوا نوع من أدوية الضغط أو عيلة كاملة من أدوية الضغط اللي بتشتغل على الطريقة دي أو على الإنزيم ده، ومن أشهر الأدوية لعلاج الضغط. فيبقى دلوقتي شعار الصيدلية طبعا في قصة تانية قديمة أغريقية أو ما شابه، بس طبعا هي دي القصة الحقيقية المظبوطة. فيبقى أنت بعد كده لما تشوف شعار الصيدلية عايزك تعرف إن الدواء سلاح ذو حدين، يا إما يكون بجرعة مظبوطة فيكون علاج، يا إما يكون بجرعة عالية أو جرعة مش مظبوطة فيكون سم ما يفرقش شيء عن سم الثعبان. حبيت إن أنا أوضح لكم المعلومة دي، يمكن حد سأل السؤال ده وحب يعرف إجابته، فهي دي الإجابة بكل بساطة. أتمنى تكون حلقة بسيطة وخفيفة كده وسريعة تكون استفدتوا منها أي شيء. لو في أي سؤال عندك في أي شيء في الأدوية سيبهولي تحت في التعليقات، جاوبك عليه بسرعة إن شاء الله. أشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.